السلام عليكم. امام عاشور في الاهلي ولا امام عاشور مش في الاهلي؟ احنا كجمهور الاهلي اللي يهمنا اللاعب لما بيبقى موجود داخل النادي الاهلي اخلاقه تبقى عامله ازاي. هل امام عاشور كان في الاهلي وباع الاهلي ومشي؟ لا، احنا مشكلتنا كلها ان هو كان موجود مع لعيبه وشتم في النادي الاهلي. طيب هات لي اي لاعب من اللي الاهلي اشتراهم كان بيقعد يمجد في الاهلي وهو مش في الاهلي. كلهم معظمهم تقريبا كل واحد بيلعب مع فرقه، ممكن يكون قال ما بينه وما بين صحابه، وممكن يكون قال ما بينه وما بين اي حد. انا مش ببرر، يعني انا مش ببرر ولا بدافع عن امام عاشور. احنا لحد دلوقتي مش عارفين 100% هو في الاهلي ولا لا، بس احنا عايزين نوصل رساله لجمهور الاهلي اللي بيفهم. هم عايزين يبوظوا علينا الصفقه وعايزيننا ان احنا نبوظ الصفقه على مجلس الاداره عشان عارفين ان امام عاشور هيبقى اضافه قويه للاهلي. ايا كان هو بيحب النادي ما بيحبش النادي، هو مش ابن التتش، بس هو كصفقه هيقلب الدنيا على مجلس ادارتهم. فهم شغالين هناك في قناتهم وفي مجلس ادارتهم عايزين الجمهور يبوظ الصفقه دي على مجلس الاداره بتاعت النادي الاهلي، مش عايزين الصفقه تتم باي طريقه. فهو يقعد يقول لك ده شتم الرموز، ده شتم لاعبي. هو شتم مين؟ شتم كابتن صالح سليم الاسطوره. طيب الاسطوره صالح سليم لما قال ايه؟ قال الاهلي فوق الجميع. يعني لو اللاعب ده الجهاز الفني عايزه، مصلحه الاهلي فوق الجميع، فمش هتفرق هو اتشتم او ما اتشتمش. مفيش حد ما بيشتمش الاهلي. طيب هو كلاعب نختلف عليه؟ لا، ما نختلفش عليه. طيب في ناس عايزه تقارنه برمضان صبحي، يبقى انت بقى ترجع رمضان صبحي. رمضان صبحي كان معانا وبعنا، ما جاش مش زي امام عاشور. امام عاشور اصلا ما دخلش النادي، لكن ده واحد كان معاك وانت طلعته احتراف وجبته من الاحتراف لما كان قاعد على الدكه ما بيعملش حاجه، وشغلته تاني ولعبته تاني وعملت له اسم من اول وجديد، وراح باعك وراح لنادي تاني. فيبقى دي حاجه تانيه. ما ينفعش ان احنا نقارن ده بده. قارنه بواحد زي مين؟ قارنه بواحد زي كهربا، قارنه بواحد زي ربنا يشفيه مؤمن زكريا. الناس دي هي باعت الدنيا عشان تيجي فين؟ عشان تيجي للنادي الاهلي. واحنا كلنا عارفين من وهو موقفه جنبه كده وبيقول له قول اقسم بالله ما هروح الاهلي، والله العظيم ما هروح الاهلي، واحنا عارفين ان هو امام عاشور جاي الاهلي. ما قعدش هناك 3-4 اسابيع اصلا لعب واتصاب وفضل قاعد في مصر، كل ده بيخلص عشان يجي الاهلي. فاحنا بلاش نتكلم في الموضوع ده كتير، وبلاش ان احنا نبوظ الصفقه على نفسنا لو هتيجي. طيب لو مش تيجي، امام عاشور لاعب كويس جدا ولاعب تقيل وخط نص تقيل، هيضيف لاي فرقه هيروحها. يعني لو راح لبيراميدز هيبقى هيضيف كتير جدا لبيراميدز، لو بيراميدز اللي خلص فيه فعلا. فانا اتمنى ان اللاعب زي ده يجي الاهلي مع منتاليتي الاهلي، الاهلي يظبط له بقى دماغه ويظبط له تفكيره ويكون لاعب كويس جدا. ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي واي لاعب بيلعب جوه الاهلي، بالتوفيق ان شاء الله.